عمري ما اشتريته من بره يا بنات، دايما بعمله في البيت ومبيكلفنيش اي حاجه خالص. ايوه الفيجيتار، عايزه اقول لكم هو ده سر قرمشه البانيه، وطعمه تحفه. وكمان هنجوده بقى بحاجات موجوده في البيت، وهنعمل 2 كيلو من بقسماط البانيه من غير اي تكلفه خالص، بمكونات موجوده عندك في البيت وبتتخلصي منها. وبجد بجد هي كنز عندك. تعالوا نقول بسم الله ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا فاتن ودي قناتي، ما تنسيش لايك وكومنت حلو ودعوه حلوه من قلوبكم. اول حاجه يا طبعا بنات، كل ام بما ان احنا في المدارس بيفيد عندها مثلا رغيف فينو بينشف منها رغيفين، بس تسيبيهم على الرخامه وتنسيهم. طبعا مش هنرميهم، لا طبعا ده كنز في البيت. ايوه كنز. عايزه اقول لكم بعمل معاه الفيجيتار، بس طبعا بحط حاجات مكون سحري هيبقى زي الفيجيتار بتاع الشركات اللي بجيبه من بره، ومش هيكلفني اي حاجه. نقول بسم الله. طبعا كل الفينو ده يا بنات خدته كده حمصته جوه الفرن، يعني ولعت الفرن على درجه حراره واطيه خالص، وابتديت كده بقى احطه حمصته خالص، نشف معايا خالص. اهم حاجه يكون ناشف جدا، تحمصيه في الفرن. التحميصه دي بتدي قرمشه حلوه للبانيه، لازم تتحمص جوه الفرن. وبعدين خدته قطعته كده زي ما انتم شايفين، وهي هطحنه في الكبه، هطحنه كويس قوي في الكبه بتاعتي. طبعا انت ما تعمليش الكميه دايركت ورا بعض، عشان لا قدر الله الكبه بتاعتك ما يجرالهاش حاجه. انا كنت بعمل مرتين ثلاثه، وبعدين اروح اكمل بقيه الغدا، وبعدين وهكذا وانا واقفه في المطبخ. ما بشغلش على طول عشان لا قدر الله الحاجه ما تبص معايا. اهم حاجه يا بنات زي ما قلت لك تحمصي الفينو بتاعك كويس قوي، لو عندك بقسماط لو عندك توست كل ده بينفع في الفيجيتار. طحنته بقى زي ما انتم شايفين، ما شاء الله شايفين الكميه، ما شاء الله الكميه حلوه قوي. هنحط عليها بقى اللي هو السر اللي هيخلي قرمشه البانيه بتاعك مقرمش جدا ولونه ذهبي جدا. الحاجات دي مهمة جدا يا بنات. طبعا هحط معلقتين كبار من النشا، معلقتين كبار من النشا، معلقة كبيرة من الدقيق. ده بقى بيخلي الكريسب البانيه بتاعي كريسبي جدا. تمام. البهارات بقى اللي انت بتحبيها، حطي البهارات بتاعتك. هتحطي بودرة بصل، انا هقول لكم على البهارات اللي انا حطيتها. من كل حاجة هقول لكم عليها معلقة. تمام، معلقة شاي صغيرة. دي بودرة بصل على طول. تمام. انا بحطها في البطرمان اللي انتوا شايفينها دي، هحط منها معلقه، معلقه بابريكا، معلقه بهارات فراخ، السبع بهارات، شويه كزبره، شويه كمون، فلفل اسود، وطبعا سنه من بودره الزعفران. او تحطي، تقدري لو ما عندكيش بودره زعفران تقدري تحطي شويه كاري او كركم، عشان ده اللي بيدي اللون الذهبي للبانيه بتاعنا. تمام. حطي بقى البهارات بتاعتك اللي انت بتحبيها، وحطي كمان ما تنسيش معلقه من البيكنج باودر عشان تخلي البانيه بتاعك مقرمش وهش. طبعا عايزه اقول لكم البقسماط ده بيوفر عليا وقت ومجهود، بيبقى متبل ومفروم وكل حاجه جاهز، بحطه بقى في التلاجة، ما بياخدش وقت خالص معايا. حطيت بقى شويه بابريكا عشان كمان تديني لون حلو، بابريكا عاديه مش مدخنه ولا اي حاجه. وطبعا لو انت بتحبي او ولادك بيحبوا البانيه سبايسي تقدري كمان تحطي شويه من الشطه. تمام. قلبي بقى كل ده وشمي الريحه، ريحه التوابل اصلا تحفه، حلو جدا. حطي البهارات اللي انت بتحبيها، بودرة فراخ، 7 بهارات، رشة جوز الطيب، اللي انت بتحبيه حطيه. الفراخ او الفيجيتار بيحب التوابل. تمام. زي ما انتم شايفين كده قلبت كل ده مع بعضه. وهنا بقى هحط معلقة او سنة بسيطة من بودرة الزعفران. قلبني بقى كل الكلام ده كويس جدا. انا هنا بقى هجيب الحاجة اللي انا هفضي فيها، سواء بطرمان سواء علبة، اي حاجة متاحة عندك، المهم تكون ناشفه كويس جدا ما فيهاش اي ميه ولا اي حاجه. هفضي كده بقى. انا عندي العلبه دي بحط فيها بقى وبحطها في التلاجة، بتقعد معايا يا بنات فتره طويله جدا، بتبقى بجد انجاز بالنسبه لي، بتنجز معايا، ما بياخدش وقت خالص. الحاجه الفيجيتار متبل وجميل وكل حاجه، ما فيهوش اي حاجه افتكاسات ولا اي حاجه، سهل جدا. شويه بهارات على كام رغيف فينو فايضين عندك، هتحمريهم وهتعملي احلى فيجيتار في البيت. تعالوا كده بقى اوريكم ازاي لونه عامل ازاي وشكله عامل ازاي. بسم الله ما شاء الله. وفري فلوسك واعملي في البيت احلى وانضف 100 مره، وزي اللي بتجيبيه من الشركات، وهتدعيلي. ما تنسيش بقى لايك وكومنت حلو ودعوه حلوه من قلوبكم. لو حتى استفدتي باي فكره بسيطه، ولو اول مره تشوفيني روحي بسرعه اشتركي في القناه وفعلي الجرس، ولفي لفه في القناه ان شاء الله تستفيدي منها. بحبكم يا احلى اخوات.